السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم جبت لكم غاتو نفاس للذكور 2023 صابلي بكريمة حلوة الترك، بنين ويدوب في الفم. إن شاء الله تجربوه ويعجبكم. وبلا ما نطول عليكم نروح لطريقة التحضير. راح نخدموا صابلي بالكاكاو. هنا في إناء حطيت 250 غرام تاع مارغرينة كونطرية، ضفت لها 4 مغارف كبار تاع سكر ناعم غربلته، وبيضه وصفار بيضه، وزوج مغارف كبار تاع زيت وعطر الكراميل. خلطتهم حاجه خفيفه بالاسباتيل باش ما يطايرش هذاك السكر. من بعد ضربت بالباطير حتى نتحصل على كريمه ويضاعف الحجم تاعها. هنا في كل مره هبطوا الاطراف باش يتخلطوا لنا المكونات مليح. من بعد حبست الباطير، ضفت 4 مغارف كبار تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي، وضفت له 3 مغارف كبار تاع نشا، وزوج مغارف كبار تاع كاكاو يكون بني غربلتهم، ونخلطوا بشويه بهذه الطريقه. من بعد بديت نلم فيها بالفارينه، وضفت كيس تاع خميره كيميائيه غربلته مع شويه فرينه. انا الفرينه كانت مغربله عندي، هذه باش ضفت الخميره برك. نضيفوا الفرينه بالتدريج ونخلطوا. انا في الاول نستعمل لاسباتيل، كي تبدا تنشف نولي نستعمل يدي. ننصحكم بهذه الطريقه وخاصه المبتدئات استعملوا لاسباتيل، لانه باللاسباتيل راح نخلطوا برك. من بعد كي تبدا تنشف نوليو نستعملوا رؤوس الاصابع برك، تلموا غير برؤوس الاصابع وما راحيش تطولوا فيها بزاف وتتلم لكم العجينه. هذه هي. ومليحه تاني للبنات اللي يديهم سخونين كيما حالتي. في فصل الصيف ما لازمناش نخلطوا بيدينا كما قلت لكم في الاخير برك باش تلموها برك، لانه كي يكونوا يدينا سخونين الزبده راح تطلق الزيت تاعها وما تنجحلناش العجينه. على بها استعملوا هذه الطريقه. من بعد خليتها ارتاحت واحد 5 دقائق، ما طولش بزاف، ونحلها فوق كيس بلاستيكي بهذه الطريقه. طرحتها على سمك يكون متوسط، ما يكونش خشين بزاف وما يكونش رقيق لانه حنلصقوه بالكريمه. وطبعتها شكل دائري كما طلبت مني الزبونه. هذه طلبيه تاع صابلي نفاس، وانتم استعملوا اي شكل حبيتوه. من بعد حطيته يطيب. هنا نروح نخدم الكريمه. هذه الكريمه خدمتها معاكم من قبل في صابلي الريشه. هذه الكميه تاع الصابلي والا الكريمه خدمت لي 33 حبه تاع غاتو. نروح المقادير الكريمه. عندي 150 غرام مارغرين اوبلين، 150 غرام حلوه الترك، 3 مغارف كبار تاع طوفيا كراميل، 3 مغارف كبار تاع كاوكاو محمص ومرحي رقيق، 3 مغارف كبار تاع سكر ناعم اذا حبيتوا تنقصوا نقصوا، ومغرفه صغيره تاع عطر الكراميل. دربتهم كامل مع بعض بالباطير حتى يتضاعف الحجم تاعها ونتحصلوا على كريمه تكون خفيفه وبزاف بنينه. من بعد ما طاب الصابلي وبرد مليح ستفتو بهذه الطريقه باه نفض بالخف ما نطولش. وتاني حاجه باه نحطوا الكريمه في كامل الحبات كيف كيف اللي نقاوها مخصوصه نزيدوها. فهمتوا البنات؟ هنا خليت فراغ في الوسط باه نعمرها بالطوفيا كراميل بهذه الطريقه. ومن بعد ما كملت لصقت كل حبه مع اختها بهذه الطريقه وحطيتهم في الثلاجه حتى تحكم روحها هذيك الكريمه باه ما تعذبناش كي نكلاصيو الحبه تاع الكاطو. هنا عندي شوكولا ذوبتها، ضفت لها كميه من الزيت. في فصل الصيف اذا قيتيو الشوكولا تاعكم خفيفه ما تزيدوهاش الزيت لانها ما راحش تجمد، واذا قيتوها ثقيله زيدوها شويه تاع زيت وما تكتروش. وبديت نكلاصي في الحبات بهذه الطريقه. من بعد ما كملت ونشفت الشوكولا نحيت لها الزوائد اللي تجي في الاطراف بهذه الطريقه، وبديت نزين فيهم باشكال. خدمتهم بعجينه السكر اللي تخص المولود ذكر. هنا انا لصقتهم بالطليه، كانت عندي الطليه لصقتهم بهم. نتوما اذا حبيتوا تلصقوا بالشوكولا لصقوا بالشوكولا. من بعد ما كملت كامل الحبات ضفت لمسه بالملمع الذهبي يزيد في جمال الحلوى تاعنا. هذا هو الغاتو النفاس او غاتو السبوع او غاتو العقيقه، كل واحد وكيفاش يسميه. وهذا هو الفيديو تاع اليوم البنات. وما تنساوش الجيم والاشتراك في قناتي احلام نور،
ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.